حياكم الله طالباتنا وطلابنا. قبل بدء المقطع طلابنا لا تنسى فضلا وليس أمر من عندك لا تنسى الاشتراك بقناتنا. خلونا نوصل 5000 بأقرب وقت حتى نستمر بنقل لكم أخبار خاصة بجميع الصفوف وجميع المدارس العراقية وأي قرار من وزارة التربية يصدر أو الأخبار الرسمية الأخرى. فاشترك في زر الجرس وساعدنا هذا المقطع بلايك حتى يصل بقية إخوانكم الطلبة. ويلا نبلش بالأخبار. هيئة التربية النيابية المشكلة من وزارة التربية العراقية تؤكد بأن قرارات تكييف المناهج من قبل وزارة التربية مجحفة بحق الطلبة، وسنتناقش مع وزارة التربية، وهنالك عدة جلسات ستكون مع وزارة التربية لإعادة النظر بالتكييفات التي أعلنتها وزارة التربية لأنها مجحفة بحق الطلبة. طبعا طلابنا هاي اللي خرجت في رئاسة التربية النيابية اللي دائما ما تكون تأخذ بعين الاعتبار القرارات اللي تنزل من وزارة التربية وتشوفها هل هي قرارات مجحفة بحق الطلبة أو لا، وأيضا تصير مناقشات مع مهنة الشيعة السوداني ووزارة التربية وخرجوا بقرارات السليمة. أي قرارات ممكن راح تصدر بالساعات القادمة راح ننزل لكم في قناتنا، فاشتركوا في زر الجرس. تحياتنا لكم.